ناس كتير ممكن تنسى اجزاء معينة في البوتاجاز وما تجيش جنبها وهي بتغسل البوتاجاز، وكده يتراكم عليها الدهون ويبقى صعب جدا ان هي تتشال منها. لو عايزة بوتاجازك دايما بيلمع زي الجديد تابع الفيديو للاخر. اول حاجة وانتي بتغسلي البوتاجاز ما تنسيش انك تشيلي الطارات بتاعة البوتاجاز اللي انتوا شايفينها دي وتغسلوها كويس قوي، علشان لما بيتراكم عليها الدهون بتبقى شكلها مش حلو وما بتنضفش ابدا زي ما شايفين كده. وكمان بتشيلي العيون بتاعة البوتاجاز وهتغسلوها زي ما هوريكم. هنا بتتغسل بالشكل ده. والاسبونشة اللي انا بشتغل بيها وبغسل بيها دي اسبونشة فيها سلك، لو بتاعتك ما فيهاش سلك هتحط لها قطعة من السلك خارجية علشان لو في اي حاجة صعبة تتشال. كمان اوعي تنسي الازاز بتاع البوتاجاز، ممكن تنسيه مرة على مرة على مرة تلاقي الدهون ما تقدريش تشيليها بسهولة. اول باول مش هتلاقي فيها نقطة من الدهون. واوعي تنسي الجزء اللي هتشوفوه دلوقتي ده، الجزء ده اوعوا تنسوه علشان الجزء ده بالذات لما بيكون دهون ما بتقدريش تشيليها بسهولة ابدا. اول باول مش هتلاقي فيها دهون خالص. اوعي ابدا تنسي الجزء بتاع الاشاني اللي جنب البوتاجاز علشان ده بيبقى متعرض لكل الدهون والرواسب، لو سبتيها برضو هتكتر عليكي ومش هتقدري تنضفيها بسهولة. كمان عيون البوتاجاز اوعي تسيبيها ويتراكم عليها الدهون، هتبقى صعبة جدا في التنظيف ومش هتقدري تنضفيها بسهولة. وزي ما قلت لكم الاسبونشه اللي انا شغاله بيها اسبونشه خشنه كده طالع منها زي سلك، لو اسبونشه بتاعتك عاديه هتحط قطعه من السلك علشان اي حاجه تتشال بسهوله. حتى لو ما عندكيش دهون كتيره برضو لازم تستخدمي يا اما قطعه من السلك مع الاسبونشه او اسبونشه تكون خشنه كده عشان تسهل عليكي. وزي ما شايفين احنا بنغسل العيون بتاعه البوتاجاز بالشكل ده كويس قوي. ونيجي بقى لجزء مهم جدا ممكن كتير قوي بينساه، هو الجزء ده. شايفين الجزء ده لو نسيتوه برضو ممكن يبقى لونه كده اسود ومش حلو خالص وما ينضفش بسهولة ابدا. وفي النهاية بعد ما ننضف البوتاجاز بيبقى حتة مبلولة وبعديها حتة ناشفة بننشف البوتاجاز بالشكل ده. وعيون البوتاجاز لما بنغسلها بنحطها على حاجة ناشفة وبعدين حاجة تانية ناشفة بننشفها بيها كويس قوي بالشكل ده قبل ما نرجعها تاني على البوتاجاز. شايفين جنب البوتاجاز ده اوعوا تسيبوه يتراكم بالدهون ويبقى مليان دهون، برضو مش هتقدري تنضفيه بسهولة. دايما تكوني غسلاه ودايما تسيبيه نضيف بالشكل ده، وبالشكل ده هتلاقي بوتاجازك دايما نضيف ودايما يفتح نفسك انك تدخلي تطبخي عليه. ده غير ان البوتاجاز لما بيكون نضيف بيحسسك ان المطبخ كله نضيف. كمان ما تنسيش مفاتيح البوتاجاز اللي بنفتح بيها عيون البوتاجاز اللي انتوا شايفينها السودا دي، بين كل فترة والتانية بتشيليهم وتغسليهم برضو علشان يفضلوا نضاف وجداد. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي. اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.